الأخ والصديق السي حمدي عبد الرشيد رئيس بلدية العيون الوزير السي أخريف والصديق المنتخبون من مجالس جماعية وغرف مهنية ومجلس المستشارين ومجلس النواب الأعزاء. ما يمكنش نبدا نقول ضيوفنا لأنكم أولا في بيتكم وقمتم اليوم بزيارة جدكم المولى إدريس مؤسس الدولة المغربية. مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا في مدينة فاس المقدسة العاصمة الروحية والثقافية للمملكة المغربية. أخواتي إخواني المناضلات في صفوف حزب الاستقلال بمدينة فاس، أشكركم جميعا لأنه رغم ضيق الوقت حضور كل الأطر الحمد لله، وحضور الآن ملموس، والحمد لله الحماس الوطني الذي شاهدناه أثناء دخولنا إلى هذه القاعة يعبر على أنه ولله الحمد هذا الوطن لا زال في خير ولا زال فيه أناس وطنيون يدافعون عن المقدسات عن الصالح العام. والملاحظ هو أنه إلى رجعنا للوراء أي 75 لما غادر المستعمر الإسباني مدينة العيون وزرناها الآن نلاحظ أن العمل الذي قيم بهذه المدينة لا من طرف المنتخبين ولا من طرف الحكومة والزيارات المتتالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأقاليم الجنوبية كان لها الأثر البالغ فيما يخص التنمية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، بحيث أصبحنا لا نفرق بين مدينة في الشمال أو مدينة في الوسط ومدينة في جنوب المغرب، وهذا الحمد لله نعتز به ونفتخر به لأننا
في أرضنا ولأننا في صحرائنا، والعمل كان يقوم به مجموعة من الوطنيون وعلى رأسهم الإخوة الدولية. ما أرجعش بكم إلى ما وصل إليه الأمر بالنسبة للبرلمان الأوروبي، بالنسبة للبرلمان الإسباني، والملف الآن أصبح تطرح في الأمم المتحدة، لأن قلنا ما أحوجنا لمواجهة أعداء الخارج إلى جبهة داخلية قوية، نسائنا ورجالنا وكل الأحزاب السياسية المكونة والنقابات والمجتمع المدني، لأن تستغل مناسبة بالنسبة لجهة فاس بولمان وجهة الساقية الحمراء والذهب على مستوى حزب الاستقلال، لنطالب جميعا من الحكومة المغربية ومن الدولة المغربية المطالبة باستعجال بالمناطق الصحراء الشرقية تندوف وقناطسة وكولوم الشار، لأنهم أراضي مغربية محضة وليست جزائر. تندوف مغربية، هاد الناس راهم في أراضي مغربية، ما عليهم إلا يترشحوا في الاستحقاقات المقبلة وكفى المؤمنين شر القتال. ولهذا حنا بدينا تنغازلوا الجزائر اللي في البداية الاستقلال ديالنا في مفاوضات اكس ليبل. الألوكة ديال علال لا زالت مؤرخة، قال أنه لا يمكن أن نقبل باستقلال أعرج، وقال لا بد ما نزيدوا نصمدوا سنتين في المعارك مع المستعمر باش نحصلوا على حدودنا كامله. وطلب ديال علال 56 من الشبيبه الاستقلاليه انها تستمر في الدفاع عن استكمال الوحده الترابيه، ومات رحمه الله في 14 ماي 1974 ببوخارست وهو يدافع عن الصحراء المغربيه بشرقها وغربها. هي كلها في